مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي بتسمعوا فيه الفيديو. زي ما اتعودنا كل يوم بننزل قراءة عاطفية جديدة. فيديو النهاردة هو تهكير للعقل الباطن للحبيب. عايزين نشوف الشخص ده بيفكر فيك ازاي، طريقة تفكيره، هناخد رسائل منه، هنشوف بيفكر فيك ازاي في الوقت الحالي، ايه الطريقة اللي هو بيفكر بيها، ايه الكلام اللي هو مخبيه عنك وانت ما تعرفوش. هنعرف كل ده من خلال قراءة اليوم. بس لو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. زي ما اتعودنا ان احنا عندنا مجموعتين، عندي المجموعة الاولى بالاحجار دي وعندي المجموعة التانية بالحجر ده للناس اللي بتحب طاقة الاحجار. اما عندي حروف المجموعة الاولى: زين ط ت ر ي س ف ظ أ د ب ش ن ك ض. زين ط ت ر ي س ف ظ أ د ب ش ن ك ض. دي حروف المجموعة الأولى. أما حروف المجموعة التانية: ج ص م ل ق و ه ع ل أ غ س ح ذ خ. أول حرف أو تاني حرف أو الحرف الأخير من اسم الحبيب الأصلي. هتلاقوا الحروف في صندوق الوصف عشان لو في اختلاف في اللهجة أو في اللغة. هنبدأ الأول مع المجموعة الأولى اللي اختارت معايا الحروف دي أو الحجر ده. في الأول كده هنشوف طاقة حبيبك وطاقتك أنت يا صاحب القراءة. هنا نشوف طاقة حبيبك في الوقت الحالي. طيب، شايفه في طاقه حبيبك ان هو متعلق بيك جدا في الوقت الحالي، بيفكر فيك بكثره، مش عارف يخرجك من تفكيره، عنده كمان شغف جسدي اتجاهك قوي. الشخص ده حاسس ان هو معلق بيك تعلق سلبي، تعلق شديد، لدرجه ان هو حاسس ان هو مش قادر يختار ما بينك وما بين اي حد تاني في حياته. كل ما بيجي يعمل مقارنه او كل ما بيقول ان هو هيبعد من العلاقه دي ويرحل منها، بيحس قد ايه ان في حب قوي وفي تعلق قوي بيك، مش قادر يخرجك من تفكيره ولا يبعد عنك. الشخص ده نفسه في بدايه جديده معاك، حاسس ان انتوا علاقه قدريه، ان القدر حطكم مع بعض وان مفيش هروب من العلاقه دي. لان الشخص ده كل ما بيحاول ينهي العلاقه او يرحل من العلاقه او ان هو يحاول يتخلى عن حبك ويفكر ان هو يعيش لنفسه او يعيش لاوضاعه، يلاقي نفسه هنا مش قادر، يلاقي نفسه متعلق بيك، يلاقي نفسه بيفكر فيك. الشخص ده كان كل همه الماديات او ان هو يحسن من اوضاعه الماديه. دلوقتي انت بقيت اول حاجه في حياته، انت الاولويه. تفكيره فيك مخليه مش عارف يركز في اي حاجه تانية. بيشوفك دايما جذاب، بيشوفك ان انت جميل، بيشوفك فيك كل الصفات اللي هو بيحبها، بيشوف ان هو بيبقى مع الناس كلها شخصية ومعاك انت شخصية تانية خالص. الشخص ده بيحس ان انت نقطة ضعف وانت الشخص الوحيد اللي بتقدر تأثر عليه وتسيطر عليه، لدرجة ان هو بيشك دايما ان انت ممكن عامل له عمل او عامل له سحر ان انت تربطه بيه عشان ما يعرفش يشوف غيرك ولا يحب حد غيرك. الشخص ده عارف ان انت يعني بتحبه قوي وان انت متعلق بيه وان انت امنيتك الاستقرار في العلاقه دي، وهو كمان بيتمنى كده. يعني هنا شايفه شخص بيتمنى الاستقرار في العلاقه دي وان هو يكمل كل حياته معاك. في هنا كمان تواصل روحي ما بينك وما بينه، وشايفه كمان البعض هنا بيعمل تخاطر للشخص ده، والتخاطر هنا هيجنن حبيبك ده، مخليه ان هو مش مركز ومش قادر يركز في اي حاجه غيرك انت. والناس هنا اللي ما بتعملش تخاطر، فهنا في جذب في العلاقه دي، في طاقه تفكير قويه وتواصل روحي ما بينك وما بينه بكثره بقوه، لدرجه ولا انت عارف تخرجه من تفكيرك ولا هو عارف يخرجك من تفكيره. تعال نشوف طاقتك انت يا صاحب القراءه. طاقتك انت فيها ايه؟ طيب، شايفاك هنا بتحب الشخص ده وغيران عليه جدا في الوقت الحالي، في طاقة مراقبة شديدة منك ليه. شايفة كمان ان الشخص ده ان حضرتك هنا مكتئب بسبب تدخل طرف ثالث في العلاقة دي، مفسد العلاقة اللي ما بينك وما بينه. بتبص لأحوالك، بتبص لظروفك، بتبص للعلاقة دي. شايف ان العلاقة دي صعبة، علاقة صعبة، علاقة فيها تحديات، فيها عقبات، علاقة تعبتك واجهدتك نفسيا. رغم كده انت بتحب الشخص ده ومتعلق بيه جدا ونفسك ان انت تستقر معاه ونفسك في الزواج منه او ان انت تصلح العلاقه اللي ما بينك وما بينه، لان انت تعبت من الاوضاع اللي انتوا فيها. فشايفاك هنا بتمر بمرحله من الاكتئاب، واخد بريك، عايز تقعد مع نفسك، مش عايز تفكر في اي حاجه. شايفاك عندك شغف اتجاه الشخص ده، يعني انت كمان بتفكر في العلاقه الجسديه زي ما هو بيفكر، بس بتحاول ان انت ما تبينهاش، بتحاول ان انت تسيطر على مشاعرك، مش عايز ان انت تغلط، مش عايز تعمل حاجه مندفعه ترجع تندم عليها. شايفاك هنا مشتاق للشخص ده جدا، منتظر منه ان هو يكلمك
يكلمك او ان هو يعني يهتم بيك او يحسسك ان انت اهم من اي طرف في حياته، او ان هو هنا يثبت لك حسن النوايا. شايفه كمان ان انت بتتمنى اصلاح العلاقه. في الوقت الحالي انت بقيت مندفع جدا، بقيت متعصب جدا طول الوقت، بقيت بتشك كتير قوي. يعني مهما قالك الشخص ده بتحس ان انت بتشك فيه، بتشك في امره، بتحس ان هو كذاب او ان هو بيقولك كلام مش حقيقي وان هو بيضحك عليك. يعني انت هنا عندك عدم ثقة في الشخص ده، مش قادر ان انت تديله الثقة، وبتحس ان هو مهما قالك ان هو مش صادق معاك، بس رغم كده انت متعلق بيه. شايفاك بتفكر فيه، شايفاك ان بعدك عنه او ان انت لما بتبقاش معاه او ان انت شاكك في امره بيحسسك بان انت ناقصك حاجة. الشخص ده بيكمل لك حياتك. للبعض منكم ممكن يكون عندك طرف في حياتك انت بتحاول ان انت تعيش معاه او تكمل معاه حياتك، بس مش قادر ان انت تكمل، حاسس ان انت مزيف، حاسس ان انت مش قادر تعترف بمشاعرك الحقيقية، او حاسس ان انت بتحاول ومش قادر بتجاهد نفسك. فانت هنا يا صاحب القراءة، ايا كان مين اللي عنده طرف، انت او هو او انتوا الاتنين عندكم اطراف او ايه الوضع، فانا شايفاك بتمر بمرحلة من الاكتئاب، مرحلة بعد يعني من عدم السعادة. شايفاك هنا نفسك في اصلاح العلاقة دي، نفسك تكمل في العلاقة دي، شايف ان الشخص ده هو حب حياتك، حتى لو انت مجروح، حتى لو انت متألم، حتى لو انت بتشكك فيه او انت ما عندكش ثقة فيه، فانت نفسك ان العلاقة دي تتطور وان الحظ يديك فرصة في العلاقة دي. خلينا نشوف ايه الطاقة المشتركة ما بينك وما بينه في الوقت الحالي. طيب انا شايفه ان انتوا الاتنين عايزين العلاقه دي. يعني انا شايفه الطاقه المشتركه، لو انتوا منفصلين فانتوا الاتنين منتظرين عوده العلاقه مره اخرى. ولو كل واحد فيكم عنده طرف بيعرض عليه الحب، فانتوا مش متقبلين الحب الا من بعض، وشايفين ان اي طرف بيديك الحب اقل من اللي انت تستحقه. فشايفين ان انتوا عايزين بدايه جديده، عايزين استقرار، عايزين اصلاح، عايزين تطوروا من حياتكم الماديه. يعني انا شايفه الناس هنا عايزه تطور من حياتها الماديه على قد ما تقدر، لان شايفين الماديات ليها عامل مهم جدا في العلاقه دي. شايفه كمان ان في حب قوي في العلاقه دي وانتوا مش قادرين تتخلصوا منه. يعني انتوا الاتنين بتفكروا ان الحب ده حرام ان هو بعد السنين دي او بعد الحب ده كله ان هو يضيع، فانتوا منتظرين بدايه جديده في العلاقه دي واصلاح العلاقه مره اخرى. طيب خلينا ناخد رسائل. تعالى نهكر عقل حبيبك ونشوفه بيفكر فيك ازاي في الوقت الحالي. طيب انا شايفه ان هو دلوقتي شايف ان هو عنده شغف اتجاهك، وان هو بقى عصبي جدا في الفتره الاخيره بسبب وجود طرف تاني في العلاقه، او بسبب الضغوطات اللي في العلاقه. ممكن يكون رحل من العلاقه بدون اسباب، او ممكن يكون معاك ومش مستقر معاك، بيتخانق معاك، بينفعل عليك، وممكن تكونوا بتمروا بمرحله من الاكتئاب، من الحزن بسبب اللي حصل في العلاقه. بس الشخص ده في طاقه مراقبه شديده اتجاهك، شايف ان العلاقه دي فارقه معاه ومش متوقع ان العلاقه دي تنتهي ابدا. شايف ان العلاقه دي مهمه وفيها رجوع وفيها اصلاح، وان العلاقه دي فارقه معاه جدا جدا، وان هو لازم يحط كل حاجه عند حدها. لان شايفه شخص هنا مش مرتاح. يعني الشخص ده لما بيرحل او بيمشي من العلاقه بيحس ان هو مش مرتاح. الشخص ده بيفكر كتير ان هو ما كانش صادق معاك في مشاعره، كان بيديك مشاعر اقل، او بيحاول ان هو ما يبينلكش مشاعره الحقيقيه. فالشخص ده معترف بكده، معترف ان هو ما كانش صادق في مشاعره، وكان بيحاول ان هو يخفيها عنك، وان هو هنا بيلوم على نفسه، بيقول يا ريته ان هو كان اداك كل المشاعر الحقيقيه. يمكن المشاعر اللي هو كان قالها لك او ان هو كان عاملك بصدق كنت انت هتصدق اي كلام هيقوله لك، وما كان يعني كان وقتها مش هيبقى فيه عدم ثقه، لان بسبب تجاهله او بروده او ان هو ما كانش بيديك المشاعر صادقه، انت بدات تحس ان هو مش صادق معاك، والعلاقه هنا بقى فيها توتر وفيها عدم صدق وعدم ثقه. فهو هنا يعني متألم جدا بسبب النقطه دي. شايف كمان ان هو موجوع وخايف جدا من اللي بيحصل في العلاقه، خايف ان العلاقه دي ان هي تفشل او ان هي تنتهي. هو مرتعب جدا من النقطه دي وخايف منها جدا جدا، لان العلاقه دي بالنسبه له علاقه مهمه قوي قوي. الشخص ده كمان شايف ان هو ما كانش عايز يرفضك ولا ان هو يهرب منك ويسيب العلاقة، ده بالعكس، ده هو كان عايز يستمر في العلاقة معاك، وان هو يقولك انه بيحبك ومتعلق بيك. بس المشاكل او العقبات او الخوف من تحمل المسؤولية هو اللي خلاه يهرب بدون اسباب، او ان هو يمشي من العلاقة ويتلكك لك، او ان هو ينفعل عليك وان هو يبقى عصبي معاك او بيعاملك معاملة اقل من اللي يستحقها. الخوف ان العلاقة تفشل، الخوف من تحمل المسؤولية.
الخوف من ان هو يمشي ورا مشاعره ويرجع يندم، لان الشخص ده من النوع اللي عقلاني جدا ومش متعود يمشي ورا مشاعره. الشخص ده كمان بيحس ان في حاجة غلط في العلاقة دي، بيحس ان في تواصل روحي ما بينك وما بينه قوي جدا، والنقطة دي هتجننه. بيصحى من النوم يلاقي نفسه حلم بيك، اول ما يصحى من النوم يلاقي نفسه ان هو كان بيحلم بيك. يجي ينام يلاقي نفسه بيفكر فيك، يقعد مع نفسه يلاقي نفسه مشغول بيك. فالنقطة دي هتجننه جدا، فشاكك ان في تواصل روحي، او شاكك ان انت بتعمل له حاجة تخليه طول الوقت مش قادر يخرجك من تفكيره. فالنقطة دي محسساه ان هو عنده اثارة وعنده فضول ان هو يعرف اللي جاي ايه في العلاقة دي وايه اللي هيفرق في العلاقة دي، لانه بدأ يحس ان العلاقة دي مختلفة، علاقة مميزة، علاقة فيها تفاصيل غريبة. ازاي ان انا اتخيل شخص والاقيه الصبح بيتصل يكلمني كده، او ان انا اقعد افكر فيها الاقيه بيتواصل معايا وبيتصل عليا او بيبعت لي رسالة، او اني انام الاقيني بحلم بيه ويصحى يكلمك يقول لك انا حلمت بيك، انت كمان تقول له ده انا حلمت بيك. ان انت فاهمه، ان انت بتتواصل معاه، ان في تواصل روحي. فالنقطه دي مخليه ان عنده اثاره اتجاه العلاقه دي، وعايز يعرف هل انت بتعمل له حاجه بالفعل، وان انت يعني يعني بتعمل له حاجه عشان ينجذب ليك، ولا دي حاجه في العلاقه غريبه ودي مخليه العلاقه بالنسبه له علاقه مميزه. الشخص كمان بيفكر مع نفسه كتير قوي، وبيحس ان هو كان المفروض يتأسف لك، كان المفروض يقدم لك اعتذارات على الكذب اللي كان بيكذبه عليك لما انت بتحطه تحت ضغط، او ان انت بتجبره ان هو يقول لك على حاجات في حياته وهو ما كانش عايز يعترف لك بيها، او عشان يبرر موقفه. فهو هنا كان بيبقى عايز يتأسف لك ويقول لك ان الكلام ده بيبقى غصب عني، وان انا كنت ببقى مضغوط جدا وبحس ان انا محاصر، وان انا ببقى خايف اقول لك الحقيقة ان انت تسيبني وتهرب، او تسيبني وتمشي، او تفهمني غلط، فبضطر ان انا اكذب عليك واقول لك حاجات تانية. فلما بيقعد مع نفسه بيفكر بيلاقي نفسه ان هو كان غلطان، المفروض كان يقول لك ويعرفك وانت تختار. النقطة دي كانت هتفرق جدا في العلاقة، اللي خلي العلاقة فيها ثقة اكتر، فيها قرب اكتر. فهو هنا بيلوم على نفسه قوي كمان في النقطة دي. الشخص ده كمان يعني شايف ان هو يمكن بيختار ان هو يكمل مع الطرف اللي عنده، او ان هو لو مرتبط بشخص تاني غيرك او عنده اطراف تانية، فهو بيختار دايما الطريق السهل. يعني لما بيبعد مرة واحدة من العلاقة عشان هنا مثلا انت عندك طرف او هو عنده طرف، فهو هنا حتى معترف لنفسه ان هو بيختار الطريق السهل، بيختار الطريق اللي اسهل ليه، لانه مش قادر يتحمل مسؤولية، ولا قادر يعني يختار ما بينك وما بين الطرف اللي عنده، او قادر يخرج من الطاقة دي. فبيبدأ ان هو ينسحب، بيبدأ ان هو يهرب، بيبدأ ان هو ياخد بعضه ويمشي من العلاقة. فهنا هو برضو يعني معترف جدا لما بيفكر مع نفسه ان هو دايما ما بيحبش يتحمل حاجة، وان هو بيهرب، وان هو بيختار اسهل طريق ليه، حتى لو الطرف اللي عنده هو مش مستحمله، او ان هو مش فارق له، او مش حبه، فهو بيختار الطريق السهل عشان وجع الدماغ والصداع والمشاكل، وان هو كمان ما يتحطش تحت ضغط. الشخص ده لما بيتحط تحت ضغط بيحس ان هو بيتوتر او بيهرب، او بيحس ان هو مش قادر يتحمل المسؤولية، فبيختار اسهل حاجة، والحاجة اللي يحس ان هي مش هتجهده او تتعبه ويعملها. الشخص ده كمان لما بيقعد مع نفسه بيحس ان في تواصل كده من يوم ما شافك وهو عينه جت عليك، ان في تواصل غريب من اول ما شافك او لمحك. بيحس ان يعني ان هو انجذب اليك، ان هو اتشد ليك، ان هو حس ان انت وهو بتنتموا لبعض، او انتوا الاتنين بتكملوا بعض. فهو شايف ان دي حاجة غريبة جدا، لان الاحساس ده ما حسوش مع حد غيرك انت. فالشخص ده لما بيفكر برضه بيفكر ازاي كده، ازاي الانجذاب ده، حتى لو هو بيتظاهر ان هو مش منجذب ليك او ان انت مش فارق له، فهو بيحس لا، ان انت شخص مميز وفي انجذاب غريب من يوم ما شافك او عينه جت عليك او لمحك، والشخص ده اتشد ليك وانجذب ليك قوي قوي قوي. الشخص ده كمان يعني لما بيقعد يفكر بيحس ان هو بيحاول يظهر ان هو سعيد وان هو مبسوط في حياته، بس هو ما بيعرفش، بيحس ان هو من جواه محطم. ولما بيبين لك ان انت السبب، او ان انت اللي ظالمه، او ان انت اللي جاي عليه، او ان العلاقة بتاعتك هي اللي مخلياه مش عارف يتبسط في علاقة تانية، او ان هو مش عارف يكمل في حياته، فهنا بيحاول يرمي اللوم عليك عشان ما يحسش نفسه بالذنب او يحسس نفسه بالمسؤولية. بس هو من جواه في الحقيقة بيبقى عارف ان انت مالكش ذنب، وان انت مالكش اي دخل في الحوارات دي، المشكلة فيه هو. الشخص ده كمان قلبه متحطم جدا، الشخص ده قلبه متحطم جدا من اللي بيعمله معاك، لان شايف ان هو بيحملك فوق طاقتك، ان هو شايف ان هو بيجي عليك كتير قوي. من جواه نفسه ينهي العلاقة
مع الشخص اللي عنده، او يحاول يتخلص من العقبات اللي عنده عشان يقدر يبقى معاك انت وبس. هو شايف ان هو لازم يتخلص من الطرف اللي عنده ده وينهي الامور معاه، لان هو عايز يبقى معاك انت وبس، ومش عايز اي حد تاني يشتت تفكيره عنك، وان العلاقة دي يبقى مفيش فيها غيرك انت وبس. هو كمان بيتمنى ان هو كان يبقى عنده شجاعة ان هو يقولك كل الكلام ده بنفسه، ويقولك ان هو بيحبك، وان هو محبش حد غيرك، وان هو عايزك انت، وان انت حبه الاول والاخير، وان هو لولا المشاكل والصعوبات والعقبات كان زمان دلوقتي كمل معاك حياته. وهو حتى لو بينفعل عليك في الفترة الاخيرة فده غصب عنه، لانه مضغوط جدا جدا. والشخص ده مش بيميل للتغيير، الشخص ده من النوع اللي بيحب الحاجة ثابتة في حياته، فنقطة ان هو يغير اي حاجة في حياته فدي بتجهده. الشخص ده من النوع اللي بيتعلق بالحاجة وبيحب الحاجات تفضل على وضعها، فالتغيير بالنسبة له مجهد جدا. فالشخص ده محتاج ان هو يغير حاجات كتير في حياته عشان يقدر يبقى معاك، فالنقطة دي بالنسبة له مجهدة جدا جدا. كان بيتمنى ان هو يقعد معاك ويحكي لك كل التفاصيل دي، بس هو شايف ان هو ما عندهوش الشجاعة ان هو يقول لك ان هو صامت، عشان عنده فوضى جواه، عنده ألم، عنده وجع، قلبه محطم، حياته كلها عبارة عن فوضى، حياته كلها بايظة وهو مش عارف يصلحها ولا عارف يعمل حاجة فيها. يمكن بيبعد عنك عشان يقلل لك الأضرار او يقلل الوجع اللي انت بتحس بيه، بس هو في اشد الحاجة ليك. يعني هو طول الوقت حاسس ان هو محتاجك، وبعده عنك بيحسسه بالذنب او بيحسسه بالتعب اكتر والاجهاد اكتر، بس هو خايف ان هو يوجعك او ان هو يشدك للفوضى اللي في حياته، ان انت تتأذى بسبب الفوضى دي. فهو شايف ان هو محتاج يصلح حياته، محتاج يتخلص من الفوضى اللي فيها، محتاج يغير من نفسه عشان لما يبقى معاك ما يضركش او يجي عليك اكتر من كده، لان انت تحملت كثيرا جدا، وان هو محتاج شوية من الوقت علشان يقدر يصلح الاوضاع دي. هو كمان شايف ان هو مش ندمان على حبه ليك، مش ندمان على اختياره ليك، ولو رجع ليه الزمن مرة تانية هيختارك مرة تانية، لان هو عاش معاك تفاصيل ولحظات وحياة ممتعة جدا جدا جدا، بس هو اللي معرفش يحافظ على الحياة دي، او هو هنا اللي استهتر بقيمتك. بس هو تأكد ان هو بيحبك، وان هو موجوع جدا في بعدك، وموجوع جدا لو بيجي عليك او بيظلمك او بيحاول يتهرب منك او بيديك حقوق اقل من اللي انت تستحقها او بينفعل عليك. الضغوطات اللي هو جواه والشعور اللي هو حاسس بيه هو السبب في كده. فالشخص ده معترف بكده، ومعترف ان هو بيحبك جدا كمان، ومتألم جدا جدا. فلما بيقعد مع نفسه وبيفكر في الطاقة اللي ما بينك وما بينه، بيحس قد ايه ان هو معلق في اوضاع هو مش حاببها ومجبر عليها، بس مش قادر ان هو يخرج منها. الشخص ده نفسه يوصل لقرار، نفسه ان هو يبدأ بدايات جديدة، بس منتظر التوقيت المناسب، او منتظر ان هو يتخلص من الاطراف اللي عنده. الشخص ده كمان يعني عايز يفهمك او نفسه يقولك ان انت ما تقللش من قيمتك عنده ولا من حبه ليك، لان هو بالفعل بيحبك قوي قوي. سيبك من اللي بيظهرهولك، سيبك من اللي بيعمله معاك، بس هو انت حبه الاول والاخير، وانت الحب الوحيد اللي في حياته، حتى لو عرف مين غيرك، ولا دخل في علاقات ايه، ولا رحل عنك، ولا بعد عنك، ولا سمع لده او يعني او حد وقع ما بينكم وما بين بعض، او سابك بدون اسباب او باسباب، او يعني ايا كان السبب ايه. فهو هنا عايز يفهمك برضو ان هو ما حبش حد غيرك، وان انت حبه الاول والاخير، وان هو نفسه ان انت ما تقللش من الحب ده وما تشككش فيه. الحاجة الوحيدة اللي نفسه ان انت تفضل واثق فيها ان انت ما تشككش في حبه ده، وان انت تتأكد ان هو ما حبش حد غيرك وما تعلقش بحد غيرك. عندنا هنا الأبراج المائية والترابية والنارية والهوائية، كل الأبراج نزلت معانا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك عشان يوصلك كل جديد من فيديوهات القناة. اهلا باصحاب المجموعه التانية اللي اختاروا معايا الحجر ده او اختاروا معايا الحروف دي: ج ص م ل ق و ه ه ع ل ا غ س ح ذ خ. اول حرف او تاني حرف او الحرف الاخير من اسم الحبيب الاصلي. حط طاقتك على الكروت ويلا بينا نشوف طاقتك وطاقه حبيبك. شوف طاقتك وطاقة حبيبك. في الأول كده هنشوف طاقة الشخص اللي في بالك، وبعد كده نشوف طاقة حضرتك.
طيب في الاول كده طاقة الشخص اللي في بالك، انا شايفة طاقة شخص عايز بداية جديدة في العلاقة دي، عايز اصلاح فيها. شخص بيحاول يطور من نفسه، بيحاول ان هو يفكر بعقله اكتر من قلبه. شخص بيدور على السعادة والبهجة وبيدور على الاستقرار والامان. شخص هنا محب جدا جدا جدا، غيران جدا، مندفع جدا في تصرفاته. شخص هنا شايف ان لولا تدخل اطراف في العلاقة اللي ما بينك وما بينه كانت العلاقة دي كانت هتبقى في افضل حالاتها. شخص متأكد ان وجودك في حياته بيديله الحب، بيديله الامان، بيديله الاستقرار. نفسه في اتخاذ خطوة رسمية اتجاه العلاقة دي، لان شايف ان انت الشخص الوحيد اللي بيتمناه. الشخص ده لو انتم منفصلين في الوقت الحالي فهو بيراقبك وعينه عليك وبيدور وراك ويشوفك بتعمل ايه. بيحاول يعمل متجاهلك بس هو هنا مش قادر. نفسه يصلح الاوضاع اللي ما بينه وما بينك، نفسه يرجع لك مرة تانية، يعرض عليك الحب، يبدأ معاك بدايات جديدة، يعترف لك بمشاعره، يرسم معاك العلاقة، يصلح العلاقة، يقرب منك، يحاول يفهم عقلك، يفهم انت عايز ايه وايه الحاجة اللي تخليك تثق فيه او الحاجة اللي انت بتتمناها عشان يعملها لك. الشخص ده دلوقتي شايف ان انت اهم حاجة في حياته، وان انت شخص مهم جدا عنده، وان العلاقة دي فارقة معاه جدا جدا جدا، وان العلاقة دي بالنسبة له علاقة حياة او موت. علاقة وجودك في حياته هي اللي بتديله الاستقرار، هي اللي بتديله الامان، هي اللي بتخليه يحس ان هو عنده امل في اللي جاي، وان هو بيبقى سعيد ومبسوط جدا جدا لما بيحس ان انت في حياته او ان انت جنبه او معاه. الشخص ده في طاقة دلوقتي غيرة شديدة عليك من كتر جاذبيتك، من كتر جمالك، من كتر ما هو بيحبك وعنده هوس بيك، فهو غيران عليك قوي في الوقت الحالي. ممكن يكون بيتخانق معاك، بيتعصب عليك، بيجي عليك، بس هو شايف ان كل ده في صالحك، او كل ده من كتر غيرته الشديدة عليك وخوفه عليك واندفاعه، فهو بيغير عليك وبيتعصب عليك في الفترة الاخيرة دي بالزيادة جدا. الشخص ده شايف ان هو كان بيديك حب قليل، او ان هو ما كانش بيعترف لك بمشاعره الكاملة، فدلوقتي هو عايز يديك حب اكبر، عايز يبدأ معاك بداية جديدة، عايز يوضح العلاقة دي ويحط النقط على الحروف ويخلي العلاقة دي تمشي في مسار طبيعي، مسار حقيقي، مسار يخلي العلاقة دي تتغير للأفضل، لأن شايف إن العلاقة دي فارقة في حياته، وإن أنت وجودك في حياته زي الشمس اللي بتنور له حياته. تعال نشوف طاقتك انت يا صاحب القراءة. شايفاك في الوقت الحالي بتحاول ان انت تهتم بمادياتك، تهتم بشغلك، بتحاول ان انت تطور من نفسك، بتحاول ان انت تثبت مكانتك. شايفاك بتحاول تعمل توازن ما بين مشاعرك وما بين قلبك، لان انت شايف ان انت عليك مسؤوليات، عليك ضغوطات، في ناس حواليك شايف ان انت مسؤول عنهم او هم مسؤولين منك، وان انت لازم تقف جنبهم وان انت تدعمهم. شايف ان انت تعبت وان انت جايب اخرك وان انت شايل هموم كتير وحمل فوق طاقتك، واقرب الناس ليك مستكترين عليك اوضاعك او مستكترين عليك حياتك وبيضغطوك بيجوا عليك رغم ان انت بتحاول تتحملهم او ان انت تديهم وتقف جنبهم وتسندهم، بس هم مستكترين عليك الحاجات اللي انت بتحبها. شايف ان مفيش حد مقدر تعبك، محدش مقدر مجهودك، بتحاول تضغط نفسك على قد ما تقدر عشان تخرج من طاقة التفكير السيئة، او ان انت تبص لحياتك واوضاعك وتطور من نفسك، بس مش قادر لان انت مغزول في اقرب الناس ليك. الناس اللي حواليك هنا هم اللي واجعينك، هم اللي ألمينك، الناس دول ممكن يكونوا من دمك، الناس دول قريبين منك جدا. شايف كمان ان انت بتحاول تعمل المسؤوليات اللي عليك على اتم وجه، يعني بتحاول ما تهتمش بنفسك بس تهتم باللي حواليك وتفرحهم. شايفاك بتفكر في الشخص ده رغم انشغالك، رغم ان انت بتحاول تضغط نفسك، تطور من نفسك. البعض منكم عايز يسافر، البعض التاني شايفاه ان هو عايز يشتغل شغل يجيب له ماديات اكتر او يثبت مكانته. البعض التاني منتظر ترقية، منتظر ان هو يطور من نفسه. فايا كان ايه الوضع هنا، شايفة شخص عايز بداية جديدة، عايز ان هو يطور من نفسه، نفسك في ترسيم العلاقة مع الشخص ده، او نفسك تتزوج، ان انت هنا نفسك تتزوج ويبقى عندك بيت واسرة واستقرار، وبالاخص كمان لو من الشخص ده. بس انت زهقت، يعني انت مش عايز تربط حياتك بالشخص ده، نفسك في بداية جديدة، نفسك في بداية جديدة وإصلاح، نفسك هنا في بداية جديدة وإصلاح. نفسك ان انت تطور من نفسك وتطور من حياتك، بتحاول تفكر بعقلك، بتحاول ان انت تقول كفاية قوي العمر اللي عمال يضيع وعايز ان انا اعيش حياتي. البعض منكم ممكن يكون منفصل وعنده اطفال وعايز بداية جديدة وعايز زواج وارتباط، والبعض الاخر ممكن يكون بيحب شخص والشخص ده متعب قوي فزهق، فعايز ان هو يبدأ حياة جديدة، او منتظر ان الشخص ده يعترف له بمشاعره او يجي ويرسم العلاقة معاه. والبعض الاخر ممكن هنا
ان انتوا مع بعض بس في مشاكل او في ضغوطات، او ان انت عندك مسؤوليات او ان هو عنده مسؤوليات وانت نفسك تطلع من الطاقه دي. بس انا شايفه ناس هنا عايزه بدايات جديده او عايزه ترسيم علاقه ايا كان مين الشخص ده. نفسكم في الزواج والاستقرار، وان انتوا تتخلصوا من التفكير الزائد. انتوا بتفكروا كتير جدا، انتوا مش بتبطلوا تفكير. شايفه ناس هنا مش بتبطل تفكير ودماغكم على طول شغاله وبتفكروا في كل الاحداث وفي اللي جاي. خايفين تمشوا ورا مشاعركم تندموا، وخايفين ان انتوا تمشوا ورا عقلكم تندموا، فبتحاولوا تعملوا توازن ما بين الاتنين. ففي الوقت الحالي بتحاولوا كمان تشغلوا نفسيكم، يعني هنا من كتر ما انتوا مش عارفين تاخدوا قرار ومش عارفين انتوا عايزين ايه، بتحاولوا تشغلوا نفسيكم باي حاجه تطلعكم من المود ده، او ان هي تخليكم يعني تبطلوا تفكير في الشخص ده او تبطلوا تفكير في اللي جاي، لان انتوا تعبتم جدا جدا جدا. تعال نشوف الطاقة المشتركة ما بينك وما بين الشخص اللي في بالك ايا كان من هو. طيب الطاقة المشتركة ان انتوا الاتنين عايزين تصلحوا العلاقة دي، وعايزين تدوا فرص تانية في العلاقة دي، وعايزين بدايات جديدة فيها، عايزين استقرار فيها. في طاقة تفكير شديدة في بعض، انتوا الاتنين مش قادرين تخرجوا بعض من تفكيركم. كل واحد فيكم بيفكر في التاني، كل واحد فيكم مشغول بالتاني، رغم مشغولياتكم، رغم مسؤولياتكم، رغم الضغوطات، رغم الحاجات اللي بتمروا بيها. بس في عز كل ده بتلاقوا نفسكم بتفكروا في بعض ومش قادرين تبطلوا تفكير في بعض. في كمان طاقة غيرة شديدة، في طاقة انفعالات شديدة. انتوا الاتنين بقيتوا منفعلين في الفترة الأخيرة ومش متقبلين أي كلمة. كل واحد فيكم واقف للتاني على الواحدة، وكل واحد فيكم منتظر يشوف التاني هيعمل ايه، ومين اللي هيسعى، ومين اللي هيصلح، ومين اللي هياخد قرارات. كل واحد فيكم هنا عايز يمشي العلاقة بشروطه، كل واحد مش عايز يسمع للتاني في الوقت الحالي. بس في الآخر انتوا عايزين تصلحوا العلاقة او عايزين توصلوا لحل وسط يهدي الأجواء. شايفة كمان هنا طاقة من الماديات، كل واحد فيكم بيفكر ازاي يطور من نفسه او يطور من مادياته، او يثبت للتاني ان هو هيقدر يكمل، او ان هو هيقدر يحسن من اوضاعه، وان هو هيقدر يتجاهله في الوقت الحالي. بس الماديات انتوا شايفين ان ليها دور مهم جدا جدا في حياتكم. العلاقة دي ممكن تكون مشكلتها في الماديات، يعني في نسبة من ماديات من ضمن مشاكل العلاقة دي. فانتوا شايفين ان انتوا لو طورتوا من مادياتكم واوضاعكم فالاوضاع هنا هتختلف. في كمان طاقة شغف واشتياق وحنين لبعض، انتوا الاتنين بتفكروا في بعض ومشتاقين قوي قوي لبعض، وعندكم شغف قوي اتجاه بعض في الوقت الحالي، ومش قادرين ان انتوا تخرجوا بعض من تفكير بعض. لان انا شايفة كمان في شغف جسدي، بتفكروا في العلاقة الجسدية، في غيرة شديدة، في طاقة غيرة شديدة واضحة قوي معايا. خلينا نشوف ازاي بيفكر فيك الشخص ده من عقله الباطن، بيقول ايه لنفسه، بيفكر فيك ازاي. طيب شايفة شخص هنا، شايفك ان انت مثير وجذاب جدا وشديد الجاذبية، وان انت كمان شخص بتعرف تدي الاستقرار والسعادة، شخص بتحب ان انت تدعم الناس اللي حواليك. شايف ان انت النجمة اللي بتنور له حياته، شايف ان لولا الوقت ولولا التفاصيل اللي في حياته مش مناسبة كان العلاقة دي كان هيبقى فيها استقرار وفيها زواج، لان الشخص ده بيتمنى الاستقرار والزواج معاك، لان عنده إثارة جسدية اتجاهك. الشخص ده كمان شايف ان انت حبه الحقيقي، الحب الحقيقي اللي هو اقوى من اي سحر. هو عارف ان الحب اللي ما بينك وما بينه حب مميز جدا، وان هو هنا ولا فيه اسحار ولا فيه اعمال تجذبكم لبعض وتخلي ان العلاقة هنا يبقى فيها قرب. لا، ده حب حقيقي هو اللي بيجذبكم لبعض بالطريقة دي، وان هو اللي بيشدكم لبعض، وهو اللي بيخليكم عايزين تكملوا مع بعض. الشخص ده كمان شايف ان هو طول الوقت بيحلم بيك، طول الوقت بيفكر فيك، طول الوقت مش قادر يخرجك من تفكيره. كل ما بيروح في مكان او كل ما بيقعد مع حد بيحس ان هو بيشوفك في كل مكان، بيشوفك مع الناس اللي حواليه، بيشوفك في كل تفصيلة بتحصل. بيحس ان انت شخص مميز، بيحس ان انت يعني من يوم ما شافك او ان هو قرب منك كأنك عملت تعويذة على قلبه ان هو ما يقدرش يدخل حد تاني قلبه غيرك انت. الشخص ده شايف ان ده حاجة غريبة جدا بالنسبة له، بيحاول يغير من نفسه، بيحاول ان هو يطور من نفسه، يحاول بيدي نفسه الشجاعة الكافية عشان يبقى معاك بالصورة اللي انت عايزها، لانه شايف ان انت تستحق شخص مميز جدا جدا، وشخص يكون قوي وشجاع ويحسسك ان هو متمسك بيك. الشخص ده من يوم ما شافك كان هو متألم وموجوع، وكان عنده ضغوطات وعنده مشاكل، وكان متحطم جدا. من اول ما شافك حس ان هو
بدأ يخرج من الطاقة دي، يمكن جه عليك، يمكن يكون ظلمك، يمكن كان بيعاملك معاملة أقل من اللي تستحقها، بس هو بسبب فقدانه للثقة للناس اللي حواليه، أو إن هو كان بيمر بظروف صعبة، فأنت ظهرت له في توقيت هو كان محتاجك فيه، بس هو جه عليك عشان هو كانت طريقته أو أسلوبه كان أسلوب يعني اسلوب خطأ معاك بسبب الظروف اللي كان بيمر بيها، فهو ندمان على النقطة دي. لما بيقعد يفكر مع نفسه بيحس قد ايه ان هو ندمان قوي قوي قوي. لما بيقعد كمان بيحس ان هو نفسه يقولك يعني رغم ان هو بيبعد عنك او ان هو بيبقى معاك وساكت، بس هو بيحس ان انت اعمق حد بيقدر، اعمق حد دخل لحد قلبه واخترقه، وان هو مش قادر يبطل تفكير فيك. نفسه يقولك كده، نفسه يقولك ان انت لو فتحت قلبي وشفت الحب اللي جواه ليك مش هتفكر في اي تفكير تاني بعد كده، هتشوف قد ايه ان انا بحبك بجد، وان انا متعمق فيك قوي، وان انا مش عارف احب حد زي ما حبيتك. ونفسه يقولك الكلام ده بس هو متردد في اخبارك بالكلام ده، خايف ان انت ما تصدقهوش، شايف ان هو لازم يتخلى عن كل حاجة، كل حاجة هتوجعك او اي حاجة هتظلم العلاقة دي او هتيجي عليك عشان يقدر يبقى معاك وما يوجعكش او يظلمك. فالشخص ده منتظر ان هو يخرج من الطاقة اللي هو فيها او يتخلى عن اي حاجة بتوجعه او اي حاجة هتوجعك في يوم من الايام، وبعد كده يتواصل معاك ويقرب منك اكتر واكتر اكتر، ويعترف لك ان هو مش قادر يتوقف عن حبك معاك او بعيد عنك، معترف لك بالحب ده، او ان هو بيديك قليلا منه، فهو مش قادر يتوقف عن حبك، وان هو بيحبك طول الوقت. الشخص ده كمان للبعض منكم ممكن يكون عنده طرف ثالث في علاقة تانية، يعني عنده طرف ثالث هو في علاقة تانية غيرك. فهنا الطرف الثالث ده بيقولك مهما تشوفني ان انا مع الطرف الثالث ده، لما بيقعد يفكر مع نفسه كده هو عارف ان انت بتشوفه ان هو مع الطرف الثالث ده مبسوط وان هو في احسن حالاته، بس هو كمان هنا يعني نفسه يقولك ان هو مش مبسوط خالص، وان هو عنده صراع داخلي، وعارف ان انت متألم، وعارف ان انت موجوع، وان انت مفكر ان هو مبسوط وعايش حياته. لا بالعكس، ده هو ولا عايش حياته ولا عارف يعيش حياته، ومش مبسوط مع غيرك، وبيبقى جواه صراع داخلي، بس مش عارف يعمل ايه ومش عارف ازاي يبعد عن الطرف ده او يتخلص منه. الشخص ده كمان نفسه يعني لما بيقعد كده بيحس ان في ماديات هي العامل، نفسه يقولك ان الماديات اللي ما بيني وما بينك هي اللي مقلله موقفي، هي اللي مخلياني بشعر بالضعف اتجاهك، وهي اللي مخلياني فاقد الثقه، ومش بستطيع ان انا يعني اعمل لك الحاجه اللي انت عايزها، او ان انا اقرب منك. يعني بمعنى اصح ان الشخص ده ممكن زي ما قلت لك عنده طرف ثالث غيرك، او ان هو مسؤول عن ناس في حياته، ففي مادياته هنا اقل زي ما شفنا في طاقته، ان هو شايف ان الماديات بتاعته مش سامحه ان هو يبقى معاك، فهو عايز يطور من مادياته، عشان شايف ان الماديات دي لو اتطورت هتقوي موقفه، لان هو حاسس بالضعف، لانه مش عارف يعمل لك حاجه، شايف ان انت تستحق حد افضل منه، وان هو عنده عدم ثقه في نفسه بسبب ضعف مادياته او سبب ضعف امكانياته في الوقت الحالي. فهو محتاج ان انت تصبر عليه، او ان انت تديله فرصه عشان يقدر يطور من نفسه، عشان يقدر يبقى الشخص اللي انت تستحقه، او ياخد خطوه اتجاه العلاقه دي. فالشخص ده النقطه دي مأثره فيه جدا جدا. هو عارف ان انتوا كده كده هتبقوا مع بعض، بس المسألة مسألة وقت. هو عنده ثقة داخلية ما بينه وما بين نفسه ان انت وهو القدر حطكم مع بعض، والمسألة مسألة وقت مش اكتر، وان كده كده انتوا هتكملوا مع بعض وهتكملوا حياتكم مع بعض طول العمر. بس هو عايزك تصبر عليه، لانه شايف هنا ان المسألة مسألة وقت، في بس شوية حاجات لازم يظبطها في حياته الاول عشان يقدر ان هو يبقى معاك. الشخص ده كمان شايف لما بيقعد مع نفسه ان هو بدأ يحبك اكتر من نفسه. في الاول كان اناني، في الاول كان بيجي عليك، كان الاول بيظلمك، كان الاول بيحسسك ان انت مش فارق اليه، او ان هو مش فارق له حبك، كان بيحب نفسه قوي. هو ده دلوقتي تأكد ان هو بيحبك اكتر من نفسه، وان هو لو فقدك يبقى هو هنا فقد نفسه، لان هو شايف ان انت دلوقتي بقيت نفسه والشخص المميز والقريب ليه. الشخص ده عارف ان انتوا لو بعدتم او سبتم بعض او رحلتم، فهو متأكد ان هو هيلاقيك تاني وهيرجع لك تاني وهترجعوا مع بعض
اقوى من الاول، والحب هيتجدد واكنكم ما رحلتوش عن بعض. الشخص ده عنده ثقة رهيبة في العلاقة دي، وشايف ان هو لازم يتزوجك في يوم من الايام، شايف ان العلاقة دي لازم تنتهي بالزواج، وان هو يستقر معاك في العلاقة دي ويبقى معاك ايا كان ايه نوع العقبة هنا، ايه في العلاقة او ايه الوضع الحالي، لازم يعمل استقرار في العلاقة دي ويتزوج منك في يوما ما. وهو متأكد ان الموضوع ده هيحصل، لان عنده ثقة قوية ان القدر حطكم مع بعض، وان انتوا قريبين القرب ده او بتحبوا بعض الحب الحقيقي ده، وان انت من يوم ما شافك عملت له زي تعويذة على قلبه ودخلت قلبه وحبيته، وانت كان بتحبه بنفس الطريقة. فهنا متأكد ان القدر حطكم ومهما حصل افترقتم، حصل مشاكل، بعدتم، تزوجتم وانفصلتم، ايه اللي حصل في العلاقة، هترجعوا مرة اخرى وهيبقى في زواج واستقرار في العلاقة دي، لان الشخص ده عنده ثقة 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 فوق ما تتخيل في النقطة دي. فلما بيقعد مع نفسه بيتمنى يقولك ان هو عنده ثقة انك في يوم من الايام ان انت هتبقى ليهم من نصيبه، وان مهما كانت العقبات ومهما كانت المشاكل ومهما حصل ما بينك وما بينه هترجعوا لبعض تاني وهتتزوجوا. عارف يعني، هو الفكره ان هو كمان لما بيقعد كده بيفكر بيبقى عايز يقولك ان انا يعني نفسي اقولك الكلام ده كله، عايز اقولك ان انت تخليك دايما مطمن، وان انت عندك ثقه فيا، وان انت يعني تخليك متاكد ان انت بتوحشني، وان انت طول الوقت على بالي، وان انا ما حبيتش حد غيرك، وان انا عايزك، وان انا متمسك بيك، وان مهما اقول لك كلام قليل او اقول لك كلام غير مناسب واعمل تصرفات تضايقك، فده بيبقى من ورا قلبي. انا ساعات ببقى عايزه اتاسف لك، بس ساعات بضطر اني اعمل معاك مواقف ببقى حاسس ان انا مضغوط ومش عارف اعمل ايه، او بحاول ابعدك عني لان بحس ان انا هوجعك او هتعبك، مع اني ببقى متألم جدا من جوايا، بس ببقى بتمنى في وقتها ان انا اعتذر لك واقول لك اني اسف وان انا بحبك قوي وان انا عايزك. فالشخص ده من جواه وما بيقعد يفكر مع نفسه بيتمنى ان هو يخبرك بكل ده، بيتمنى ان هو يقول لك كل الاحاسيس اللي هو حاسسها دي او التفكير اللي هو بيفكر فيه ده، بس بيحس ان هو خايف ان هو يقوله لك، او ان هو مش عايز يبين لك ضعفه، او مش عايز يبين لك ان هو يعني واثق قوي كده ان انت تستقل بيه، او تفكر ان هو يعني بيضحك عليك، او ان هو بيديك ثقة زائفة، او ان هو يعني عنده غرور في نفسه، او هو ضامن وجودك، هو مش عايز يحسسك بكده، وفي نفس الوقت مش عايز يحسسك ان هو عنده ماديات قليلة وان مادياته ضعفاه، او ان هو مقيد في اوضاع هو مش حاببها ومش عارف يخرج منها، تحس بضعفه، او ان انت يعني تشفق عليه بدل ما تحبه، تشفق عليه وتحسسه ان انت بتشفق عليه بدل ما تحبه. فهو الشخص ده بيعمل معاك التصرفات دي عشان كده. فايا كان ايه الوضع هنا، الشخص ده بيحبك جدا جدا ومتعلق بيك ومتأكد ان العلاقة دي هتنتهي بالاستقرار والزواج يوما ما. عندي الابراج الترابية، النارية، الهوائية، المائية، كل الابراج نزلت معانا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك عشان يوصلك كل جديد من فيديوهات القناة.